مشاكل كتيرة في النادي الإسماعيلي ونادي الزمالك. طبعا كلنا عارفين إن الإسماعيلي في المركز الأخير ب4 نقط، وأي ماتش الإسماعيلي بيلعبه قدام أي فريق بيبقى تقسيمة للفريق التاني، والفريق التاني بيعمل أداء كويس على النادي الإسماعيلي. النادي الإسماعيلي مش عارف يعمل أي حاجة في الملعب، النادي الإسماعيلي في المركز الأخير مش عارف يعمل أي حاجة خالص. ورغم ذلك مجلس الإدارة بيتفرج وقاعد زي الكراسي اللي قاعد عليها دي، ومش عارف يعمل اي حاجه خالص، ومش عارف يوفر السيوله ولا فلوس عشان يفتح القيد. ورغم ذلك برضو المجلس اداره متمسك بالكرسي اللي قاعد عليه ومش عايز يمشي، طالما انت مش عارف توفر اي سيوله وفلوس عشان تفتح القيد. انت موجود ليه؟ خلاص السفينه يعني خلصت، السفينه ماتت، فانت مش هتستفيد اي حاجه بوجودك الفتره دي غير قله القيمه. فاتمنى مجلس اداره يمشي ويحافظ على كرامته، عشان جمهور الاسماعيلي تعب جدا الفتره اللي احنا فيها دي. كمان نادي الزمالك عنده مشاكل كتير قوي، ان هو مش عارف يدفع الفلوس اللعيبه اللي موجوده دلوقتي المصريه، وكمان فلوس الاجانب، اللعيبه اللي موجوده الاجانب دلوقتي، وفلوس الانديه بتاعه اللعيبه الاجانب القديمه. كمان يعني محدش لسه قدم شكوى لحد دلوقتي، لكن من المتوقع اللي هم لو ما خدوش فلوسهم الفتره اللي جايه كل واحد من اللعيبه الاجانب هيقدم شكوى، زي شيكو بانزا او بزيرة او عدي الدباغ او عبد الحميد معالي. والفرق بتاعتهم القديمه كمان بتطالب بفلوسها، وممكن يحصل قضيتين، قضيه ليه من اللعيب نفسه ومن من الفريق القديم بتاعه. فالحل لجمهور الاسماعيلي وجمهور الزمالك لازم يقفوا مع انديتهم، بمعنى ان انتوا لازم تلموا تبرعات عشان النادي الاسماعيلي يقف على رجله مره تانية ونفتح القيد والنادي الاسماعيلي يرجع لمستواه مره تانية. كمان نادي الزمالك لازم جمهور نادي الزمالك يلم تبرعات لنادي الزمالك عشان تجنبا لقفل القيد وتجنبا للمشاكل الفتره الجايه. لازم الجمهور هو اللي هيقف مع الانديه، الجمهور هو اللي يقف مع النادي بتاعه، الجمهور هو اللي هيمنع المشاكل الفتره اللي جايه. كل التوفيق للاسماعيلي والزمالك الفتره اللي جايه، ونشوفهم من غير مشاكل الفتره اللي جايه، وان شاء الله الاسماعيلي يرجع مره تانية والمشاكل كلها تتحل، والزمالك نفس الكلام والمشاكل كلها تتحل والدنيا تبقى كويسه، ونشوف دوري كويس الفتره اللي جايه.